رونالدو يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله كرة القدم. لا يمكن يكون ده لاعب عنده 38 سنة بالشغف والإصرار ده يبدو كلاعب في العشرينات من عمره. اتكلم الأسطورة كريستيانو لاعب النصر عن موعد اعتزاله كرة القدم. يا خسارة والله بقينا بنتكلم على اعتزاله، وده بعد قيادة فريقه للفوز على ضمك في دوري الروشن السعودي. المباراة كانت 1-1 ويجي كريستيانو يا ابو الكباتن يسجل فاول من عالم آخر، حاجة كده من ريحة كريستيانو أيام زمان. بعد المباراة رونالدو صرح قائلا: الآن أنا عمري 38 سنة وبالتأكيد سأتواجد في الملاعب الموسم الحالي والقادم، ولكن سأستجيب إلى جسدي حينما أشعر أنني لا أستطيع الاستمرار في اللعب. واختتم كلامه: أنا سعيد جدا في السعودية والجماهير تجعلني سعيد وأنا أيضا أحاول إسعادهم. فرقت يا أبو الكباتن بكل مصداقية تقول لي مين أفضل نادي حاليا في الدوري السعودي حتى لو أنت مش بتشجعه؟ هل جمهور ريال مدريد كره سيرجيو راموس بعد أول مباراة له ضد الملكي؟ تقريبا كده جاء الوقت اللي يتذوق فيه ريال مدريد مرارة الوحش اللي صنعه زمان وهو سيرجيو راموس. ما تقلقش دي مش حاجة وحشة. وأخيرا نشاهد راموس وهو يواجه ريال مدريد بقميص اشبيليه وبيظهر في الملعب كمنافس للميرينج بعد سنوات طويله ما كانش لاعب بس بالنسبه لهم بل نجما وقائدا واسطوره. في الشوط الاول شفنا راموس بيدفع بيلينجهام في التحام هوائي ليحصل على الكره، وشفنا كلنا شجاره مع روديجير. كمان خرج فينيسيوس عن شعوره في الشوط الثاني، ده كمان لولا تألق كيبا كان سجل هدف الفوز وقتل طموحات الميرينج. راموس على فكره مش وحش، بل هو لاعب يستحق الاشاده لانه بيواصل ما اعتاد عليه وتعلمه زمان في الميرينج. المهم حاليا بالنسبه لريال مدريد هو التركيز على الكلاسيكو. فهل تتوقع ابو الكباتن مين اللي هيكسب، برشلونه ولا ريال مدريد؟